زهرة من المغرب، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاد الشهر مبروك عليكم على جميع المسلمين. وعلينا وعليك إن شاء الله. بغيت نسول الأستاذ الشيخ العودة تفضلي. واحد السؤال على بين الحاكم والمحكوم. نعم. واش حنا اللي تنصوتوا عليهم في الانتخابات ما تنعرفوهمش حتى العريف، كيفاش غنعرفوا الحاكم والمحكوم؟ هل وضح سؤالك؟ لا. مرة أخرى. لا، السؤال الأول مرة أخرى يا زهرة. السؤال الأول، حنا حتى اللي تنصوتوا عليهم في الانتخابات ما تنعرفوهمش. أنا فهمت منك الانتخابات، غيرها ما ما فهمتيش فهمت. السؤال الأول ديالي. السؤال الأول ديالي هو ايوه حنا اللي تنصوتوا عليهم في الاول ديالك الانتخابات. تعيديها. كيف تصوتي في الانتخابات لأناس لا تعرفيهم؟ الانتخابات البرلمانية. أيوة. يعني اللي غيهضروا علينا في البرلمان وداكشي على الحقوق ديالنا ما تنعرفوهمش. طيب هذا وضح. نعرفوا الحاكم والمحكوم. هذا وضح. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، الله يجازيك بخير يا استاذ، هذا خارج على الموضوع. تفضل. انا مريضه مرض نفساني 13 عام هادي، تنشرب الدواء وما تنقدش نوض نصلي صلاه الفجر، وما عرفتش ربي سبحانه وتعالى اش غيدير ليا. زهرة ما فهمت السؤال. فهمتيني دابا شنو قلت؟ لا ما فهمت. حبه حبه يا زهره، شوي شوي تكلمي. أنت مريضة يا زهرة، شفاك الله، أنت مريضة. مريضه 13 عام هادي بمرض نفساني. 16 عاما. نعم. ايوه. أيوة. وتنشرب الدواء. أيوة تشربين الدواء. ودابا ما ماشي. نصلي صلاه الفجر في الوقت ديالها. صلاة الفجر يمنعك الدواء أن تصلي الفجر في وقتها؟ ايه. طيب خلاص، شكرا لك. وما عرفتش يصدر ربي سبحانه وتعالى شنو غيدير ليا. طيب شكرا زهرة. الله عز وجل بمشيئة الله سيختار لك الخير والمباركة، لا تقلقي.